ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. اللي وراها حاجه تقوم تخلصها معايا حالا. انا دلوقتي هشجعكم وهشجع نفسي معاكم ان انا اخلص اللي ورايا، لان انا بقالي بتاع مثلا اسبوع كده مأجله ان انا اروق التسريحه. خلاص بقى اتبهدلت على الاخر لدرجه ان انا مش لاقي حاجتي اساسا، مش عارفه هي راحت فين. تاهت في وسط الكركبه بقى، وعلب فاضيه وتراب وحاجات عايز ترجع اماكنها، والقصص اللي كلنا عارفينها. فدلوقتي بقى هظبط معاكم التسريحه، وانتوا تقوموا تشوفوا ايه اللي وراكم برضو وتخلصوه معايا عشان نشجع بعض كده. لا مش هضحك عليكم والله، قايمه النهارده طاقتي صفر بصراحه، حاسه ان انا تعبانه كده ومش قادره اعمل اي حاجه. قمت جهزت لهم الفطار حرفيا بالعافيه. فدلوقتي بقى قلت لما اتشجع معاكم وانظم معاكم التسريحه ونروقها ونظبطها ونعمل كل الحوارات، وانتوا كمان تقوموا برضو تشوفوا لكم كده حاجه تنكشوا فيها تروقوا فيها ونشجع بعض. يلا بينا. ده منظر يرضي ربنا، انا راضيه حكمكم. ده منظر كده يرضي ربنا. مش عارفه ايه اللي حصل والله، فجاه لقيت التسريحه كده. يعني انا كنت عادي، فجاه لقيت التسريحه بتنهار مني. ففي حاجات يعني محتاجه ترجع اماكنها، مثلا بسيطه، حاجات تترمي، علب فاضيه. خاصة كمان ان عندي تصوير برضو تاني ميك اب وكده، فمحتاجة الدنيا تبقى رايقة حواليا. المنظر كده بجد مستفز قوي، ومش لاقية حاجاتي وحاجات تتفضى. لا يعني احنا نمسك بقى واحدة واحدة كده. يعني بصوا علبة الكوتون بادز فاضية، مش نحط بقى ايه القطن في مكان، لا ما نحطش القطن في مكانه، نسيبه في حتة والعلبة في حتة. حاجات من دي كتير. فيلا بينا نبتدي على طول عشان ما فيش وقت اصلا. دي هنا برضو حاجات المفروض ان هي تتصور. عندي حاجات علب، كل دي علب فاضية اصلا. يعني كل دي علب فاضية محتاجة تتشيل مع اخواتهم الفاضيين لحد ما نعمل عنهم ريفيو. شوية حاجات بقى ملهاش اي علاقة ببعض خالص. شموط التكييف اللي جايبه هنا انا معرفش برضو. خلاص احنا نمسك رف رف حتة حتة كده ونظبط. وكمان عشان انا مش ضامنه نيلي بصراحه، يعني ممكن لولا تصحى في اي وقت فاوقف، فانا مش عايزه اوقف، انا عايزه اخلص. فيلا بينا نخلص. باخد جوله كده في الاوضه، نغير ملايه، نلمع مرايات، نعمل حاجه. لا لا بجد الموضوع بائس قوي، فمحتاجين نبتدي بسرعه. جهزت معايا بقى صندوق المهام الصعبه ده. لمي فيه حاجتك كده هتلاقي نفسك بتنجزي، تخشي على الاوضه تفركي فيها تنجزيها. عشان بجد بتبقي مش رايحه جايه بقى اجيب كذا واجيب كذا واعمل كذا، لا محتاجه كذا. لمي كل حاجتك في بوكس كده زي ده، هيسهل عليكم كتير قوي. يعني حطي فيه مثلا ملمع الخشب، حطي فيه جلانز، حطي فيه مناديل او مثلا فوط، حطي فيه وايبس، حطي فيه معطر. حتى لو انت مش خارجه من الاوضه غير لما تخلصيها، حطوا بجد اللي انتوا عايزينه، مطهر اي حاجه. بس بجد فكره البوكس دي من وقت ما عملتها وانا حرفيا بحطه جنبي كده وبنجز على طول. اول حاجه هعملها هشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه تخرج على بره على طول، عشان وجودها هنا اصلا مكركب الدنيا. فهطلع بقى ايه الحاجات اللي انا مش محتاجاها. حامل الكاميرا ده مثلا مش محتاجاه، ازايز ميه فاضيه نطلع نملاها ونيجي. كمان النوت بوك حبيبه قلبي، دي حبيبتي، بس نطلعها بره دلوقتي مش مشكله. عشان بقى دي اللي بكتب فيها كل حاجه. الحمد لله الاسبوع الاول عدى على خير. الاسبوع الاول في التحدي، مركزين معايا في التحدي ولا مش مركزين؟ باين المجهود المبذول ولا باين اكتر؟ المهم يعني بجد انا مستاء قوي 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 بالتحدي ده. يعني عارفين فكره ان احنا بنشوف بعض كده كل يوم، بشارك معاكم كده كل حاجه، دي بسطاني قوي لاني لاول مره بعملها في حياتي. فانا مبسوطه بجد. فيا رب انتوا كمان تكونوا مبسوطين كده ومستمتعين وما زهقتوش مني، وان شاء الله ان شاء الله ابدا ابدا ما تزهقوش مني، وكل يوم اقدم لكم فكره جديده. وانتوا برضو لو عندكم اي افكار او اي مقترحات او اي حاجه قولوها لي تحت في التعليقات عشان نعملها مع بعض. هطلع ده بقى اوديه على المكتب كده واجي لكم تاني. يبقى عندنا ايه تاني؟ عندنا شويه علب كتير، شويه حلوين يعني، بس طبعا دول ما بيترموش. يعني اي شخص عادي العلب الفاضيه بتترمي معاه، البلوجرز مش كده خالص. حياه البلوجرز دي برضو مختلفه. ودول بقى بنخليهم لحد ما نعمل عنهم ريفيو كده خفيف لطيف، تجربتنا معاهم بعد ما خلصناهم، النظام الكلام مناسبين مش مناسبين بتاع. فدول يتحطوا بقى جنب اخواتهم. اوريك اخواتهم دلوقتي، تعالوا. اخواتهم اهم، جمعهم هنا كده في شنطه المصيف دي. اعمل ايه؟ ما انا عايزه بقى ايه، شنطه كبيره تاخد لي شويه علب كده. وبرضو عادي في مرة كده نبقى نعمل فيديو مثلا نتكلم على حاجات الجسم اللي خلصت، حاجات البشرة كده، يعني واحدة واحدة عشان اكيد كلهم مش هيخلصوا في مرة واحدة لاني مخلصة حاجات كتير. فلما اخلص بقى شوية كده كمان اعمل لكم فيديو ريفيو بقى عن الحاجات اللي انا خلصتها. بس كده زي الفل. بصوا بقى اشتريت ايه، اي كريم جديد عجبني قوي. تعالوا كده نحط نهدي شوية تحت العين، عشان من الصبح كده حاسة ان انا مش
مش تمام، لا. حاسه حتى ان عينيا باين عليها الارهاق. فده بقى الكوره دي استخدمته بتاع يومين 3 كده، ببقى عايزه ادخل انام تاني، مش بيفوقني كده، لا ببقى حاسه ان انا حرفيا عايزه انام تاني. كده مش حاطه ميك اب، انا حاطه شويه تنت، مش حاطه حاجه عند عينيا، وما حطيتش اي كريم الصبح، فنحط دلوقتي مع بعض ونحطه بقى ايه جنب اخواته واحنا بنروق. سايباه بعلبته حرفيا يعني، حاطه جنبه العلب. خلاص بقى ناخد ده ونرمي العلبه دي كده ولا كده، اما اعمل لكم عنه ريفيو لما يخلص هبقى ماسكه ده، يعني ملهاش لازمه العلبه بقى والكركبه. الحاجات اللي بستخدمها للعين والرموش والحواجب وكده، بس هو مش جاي معاهم عشان هو حجمه كبير، فاحطه بقى مع حاجات السكين كير. شكرا. احطه في وسط حاجات السكين كير بقى، مش مشكله، عشان ابقى استخدمه. كان جايلي بقى معاه دي جيفت اللي هو الليفتنج. بصوا هي دي امبولز، المفروض ان هي، عارفين انتوا السكين بوستر، فهو ده حاجه شبهه كده. فانا ما اعرفش بصراحه يعني ده المفروض يتاخد بحقن ولا ايه، مش عارفه. من براند باليا، هو انا ما طلبتوش، هو جاي لي جيفت، كنت عامله اوردر يعني حاجات سكين كير وكده، وجالي ده معاها، فانا مش عارفه حتى هستخدمه ازاي، فهشيله بقى لحد ما اعرف هستخدمه ازاي وكده، لانه لو بيتحقن مستحيل اقربه من بشرتي، انما لو امبولز هنكسرها ونحطها مثلا على البشره تمام يعني، حلو قشطه يعني. شويه علب فاضيه، عامله لكم من قريب ريفيو عن اللي هو الليب تنت ده، هم دول يعني اهو، دول تحفه تحفه. شعرايه تتشال برضو. نرمي العلب. فواتير بقى، حاجات، ارمي. ادوية بقى الحساسية والتفتيح والحاجات دي بحطهم هنا، لان طبعا العيال اصلا مش بيدوني فرصة ان انا اقعد بقى اعمل سكين كير على رواقة وكده، بحطهم هنا، وبعدين باخدهم بقى جنبي واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون وكده، اقعد بقى احط على الحساسية واحط على رجلي، عشان رجلي يعني اكتر من ايدي مليون مرة، فبقعد بقى احط كذا كريم فوق بعض، فبجمعهم هنا وبحطها جنبي بقى بره واحنا قاعدين نتفرج على التلفزيون، بقعد احط الحاجات دي بس. فانا مش عارفه انا كنت سايباها هنا ليه امبارح. قلم كحل يتحط جنب اخواته، فرش جنب اخواتها، ايه تاني بسرعه عشان احنا كده مش هننجز لو قعدت ارغي في كل حاجه. المهم بقى الكريم ده برضو خلص، عايزه ارميه عشان احط التاني. انا جبت واحد تاني اللي هو من ديرماكتيف ده، جبته ليه؟ بص هو اولا يعني جه على الاخر كده مش بيطلع خالص، فبقعد بقى ايه نحارب كده مع بعض ونعمل في حوارات وحاجات عشان اعرف ارطب بيه. بالنسبه لي هو مش اعظم مرطب في الدنيا، مش عارفه ليه بطل في الاخر يطلع، مش مشكله، هاخد اخر حبه وخلاص وارميها بقى واحط الجديده، بما اننا بنروق يعني، فعايزين نروق بقى الدنيا. المهم هو مش احسن ترطيب في الدنيا يعني، مش هقول لكم بقى ايه ان هو بيرطب البشره حلوه قوي كده، بس هو بالنسبه لي في ميزه مهمه جدا لاصحاب البشره الدهنيه، واصلا مش مكتوب عليه على فكره ان هو لاصحاب البشره الدهنيه خالص. هو حتى لما قلت للبنت بتاع البشره الدهنيه طلعت لي واحد تاني خالص، قلت لها لا مش ده اللي انا كنت جايباه، كنت عارفاه بقى بالشكل يعني. فالمهم هو مش اعظم حاجه، بس هو بالنسبه لي مش بيعرق البشره. انا حتى المرطبات مش بقى الصن بلوك او حاجه، لا حتى المرطبات الفتره الاخيره خاصه في الصيف والحر وكده، اول ما بحطها وشي ده بيقلب شوربه، فده بقى مش بيعمل كده. لكن ده مش هيبقى حلو معايا في الشتاء خالص، لانه ترطيبه الى حد ما يعني ضعيف، بس بيديني الترطيب اللي انا عايزاه، فدي اهم حاجه. فالشويه دول بقى ايه ممكن اخلصهم كده على ايدي واحط بقى الجديده، بس لما امسح بقى كل حاجه، عشان بحب لما اجي اروق وكده امسك كل قطعه اقعد امسح فيها وبعد كده ارجعها مكانها. فده نخلصه نحطها قلبها كده عشان يقعد ينزل لي باللي فيه، فاخلص الشويه دول وهفتح بقى الجديد. طيب في شويه حاجات كده تخص الاطفال نوديها في اوضه الاطفال، شويه توك برضو، العاب عادي ما يجراش اي حاجه. ايه تاني؟ كونسيلر يتحط مع اخواته. هرمي كمان بقى الحلقان دي بتاعت شي ان، عشان اولا يعني انا توقعت ان شكلهم هيبقى لطيف، مش مشكله وقع في واحد تاني
توقعت ان شكلهم هيبقى لطيف ومميز وكده في الصيف. مبدئيا هو بيبقى نازل تحت قوي كده، مبيبقاش شكله حلو، ما بيديش شكل حلو اصلا في الود. الحاجه التانية بيتكسروا، بصوا ازاي بيتكسروا. الحاجه التالتة انه بصوا تحسوه كانه مصدي، هو مش مصدي على فكره، هو من ساعه ما جه وهو باللون ده. حتى عندي كذا واحد عايزه افلترهم بقى كده، اللي كان مش بلبسهم يعني. المهم ان هو باللون اللي هو النحاسي ده بيبان كانك لابسه حاجه مصديه، مش كانك لابسه حاجه شكلها شيك يعني. فهرمي دول. وكان عندي برضو بتاع 2 كمان برضو مش عاجباهم، مش عارفه استخدمهم في حاجه يعني. انتوا عارفين الناس بتقعد تعمل بقى مثلا اشكال وكده، بتعمل انسيال، بتعمل خلخال. انا مش كده خالص، ما عنديش خلق اصلا، ما عنديش وقت. فالمهم هرميهم بقى، عشان برضو كانوا ركناهم على التسريحه عشان افتكر ارميهم. خطة في منتهى الذكاء. بصوا لقيت ايه بجد مستخبي ورا ايه. قلب الدنيا على الليب لاينر ده بتاع شي جلام، لانه هو بالظبط عامل زي لون الشفايف يعني بالظبط. بصوا اصلا من كتر ما على طول بستخدمه وقلب عليه الدنيا ومش لاقياه. الحمد لله اديني لقيته. حاجه ما بترجعش مكانها، استخدمنا الحاجه نرجعها مكانها في ايه. عندي بقى كام بيوتي بلندر كده وكام فرشه محتاجين يتغسلوا. ممكن اوريكم حتى بغسل الفرش ازاي لو قادره وعندي طاقه. بعد ما نروق التسريحه ممكن ناخد شويه حاجات كده نغسلها بالمره قبل ما نرجعها تاني. احط كمان قطن بقى هنا، والباقي بقى هشيله لحد ما دول يخلصوا، اطلع واحط تاني. وانا بروق بقى اكتشفت حاجه خطيره، ان دول اخر شويه في الميك اب ريموفر. وده كمان يعني القطعه التانية، ده هو اصلا كان جاي واحد كبير كده، وده كان معاه بقى يعني هديه. المهم كلهم خلصوا يعني. انا اصلا ما عنديش غير اللي هو ده، اللي هو بتاع ايفا، اللي هو نصه مايسلر ووتر والنص التاني زيت. وده كنت لسه جايباه فقلت تمام خلاص انا معايا ميك اب ريموفر. بس ده حرفيا انا بستخدمه بس عشان افتت الميك اب، انما عشان نشيل بقى الميك اب وكده انا بشرتي دهنيه جدا، فما اقدرش اسيب احساس الزيت ده على وشي ابدا. فلازم برجع اعيد تاني بمايسلر ووتر، وبعد كده بغسل وشي بقى بالغسول يفتت كله. فتخيلوا دول اخر حبه يعني. انا قدامي مره واحده بس احط فيها ميك اب، انزل اجيب واجي تاني. لو حطيت ميك اب تاني مش هعرف اشيله اساسا. فعايزه بقى ابقى انزل اجيب منه. حلو قوي قوي. واحلى حاجه فيه بالنسبه لي بتاع بيزلاين ده ان هو مش بيحرق عند العين. بس يعني بحس ان انا بستهلك معاه شويه قطن، بس في النهايه بيشيل الميك اب حلو قوي. ودي بالنسبه لي حاجه مهمه. ففكروني لما ننزل نشتري بقى واحد تاني. عندنا كمان شويه علب برضو فاضيه يترموا جنب اخواتهم. الفاونديشن ده اصلا تحفه، بس دي علب فاضيه، فاحنا خلاص معانا الفاونديشن. فيه ايه بقى مالك؟ فرشه الحواجب دول بقى مش عارفه احطهم فين اصلا. طيب نشيل البالت دي كمان. عايزه بقى ابقى اجيب منظم تاني غير ده. تعالوا بس نحط الباودر والحاجات دي هنا عشان بالمره يبقى روقنا. المهم بقى المنظم ده على قد ما هو حلو واخد لي حاجات كتير، بس بصوا كده من عند الجنب ليه زي ايه، زي حامل كده باودر. المهم ليه زي حامل كده. وايه ده ايه ده ايه اللي تحته ده اصلا؟ حلوني بقى عشان اعرف اجيب. مش عارفه اجيب طبعا، لازم يتشال كله. المهم ليه زي حامل كده من هنا ومن هنا. فطبعا ده كده واكل معايا مساحه يعني، دي كده مساحه تاخد لي 2 بالت كمان ولا حاجه. فعايزه بقى ابقى اغير المنظم ده، لانه والله يشيل لي حاجات كتير فعلا. بس عايزه واحد يشيل لي حاجات كتير بس ما يبقاش بايدين كده زي ده. بس كده تمام. دي ضوافر بجد لما ركبتها كان شكلها حلو قوي. هي فين بقيتها؟ معلش لا لحظه. هي فين ايدي؟ علبه خلاص فاضيه تترمي. فين باقي الضوافر؟ فين دي؟ كان اهي. لا بجد الموضوع كان صعب قوي يعني، والدنيا مش متروقه. بدات الحاجه تظهر اهي. المهم دي بقى بتاعت شي ان تحفه، كان شكلها بجد تحفه في اللبس. احط برضو دي هنا كده. فيديو بقى ميك اب ولا حاجه هبقى البسهم فيه. شنطه فيها شويه حلقان حرفيا من ساعه ما رجعت من السفر، والحاجه دي هنا ما رجعتش مكانها. وانا راجعه ايه داخله في شهر مثلا. انتوا متخيلين؟ لا بجد انا مبسوطه قوي ان انا قمت روقت معاكم. قولوا لي بقى انتوا روقتوا ايه. هاند كريم نحطه معانا كده عشان هنحتاجه طبعا. شويه مانيكير يدخلوا الدرج. الحمد لله الدنيا ابتدت تروق وتبقى الطف شويه.
عايزه ابقى في مره كده اعمل معاكم السكين كير روتين اللي انا بعمله الفتره دي، عشان هو بجد سهل قوي وبسيط قوي ومن غير حوارات كتير. يعني بجد اكتشفت ان انا كل ما بقلل في المنتجات وبستخدم منتجات صح كل ما بيديني نتيجة احسن بكتير. فهو يعني لذيذ كده ولطيف وكل حاجة، بغض النظر عن الحبايه اللي داخله في شهر دي طالعه لي كده. يعني انا كده اصلا مدارياها بميك اب، حطيت نقطه كونسيلر كده وثبتها ببودر عشان ايه يبقى شكلي تمام. طالعه لي كده محسين ان انا مكشره طول الوقت، وانا مش مكشره ولا حاجه، الدنيا تمام الحمد لله. بس هي طالعه لي كده في النص عاملاني مكشره، انما غير كده الحمد لله راضيه عن نفسي او عن بشرتي جدا. خاصه انه الفتره اللي فاتت استخدمت كريم ترطيب يا ربي طلع لي حبوب من كل حته، حبوب فوق الجلد وحبوب تحت الجلد، وبهدلني بهدلني بمعنى الحرفي للكلمه. فقلت بس يعني على فكره انا برص الحلقين عشان لو مش عارفين انا بفرك في ايه، عشان اوقات ايه بكلم حد من اصحابي او كده عماله تفرك بتاكل حاجه، اعرف بقى يعني بتاكلي ايه، طيب قولي لي مثلا بتشربي ايه كده، بحب ايه اعرف الحاجات دي. فانا بس بفرك ان انا برص الاكسسوارز والحاجات اللي انا نسيتها، يعني نسيت خلاص البسها وكده من كتر ما هي يعني ما كنتش مروقاهم. فبرصهم وبقول لكم بقى عايزين في مره كده نقعد نعمل مع بعض سكين كير روتين نتبسط كلنا. وبجد يعني روتين بسيط بس من الاخر، يعني استخدم حاجه للتجاعيد، عارفين كل ما نتقدم في العمر كل ما التجاعيد بتزيد، فعايزين نحافظ على رونق بشرتنا. بستخدم حاجه طبعا للترطيب، الصن بلوك، الحاجات اللي هي البسيطه بجد. يعني انا حاسه الروتين بتاعي بسيط قوي، فحابه ان انا اشاركه معاكم قريبا ان شاء الله بالاسواق. فدعواتكم كده في مره نصحى الصبح نقوم نعمل مع بعض الروتين، وقبل ما انام اوريكم برضو الروتين اللي انا بعمله بالليل لبشرتي. يلا رصينا اللي هنا على خير، اللي بعده اللي هنا بقى كده جنب اخواتك. منظم ده اول ما جبته من شي ان وكنتش مقتنعه بيه ابدا، بعد كده لقيته بيشيل لي كميه حاجات بجد مش طبيعيه، فتحفه قوي. لو لقيتوه هاتوه، بيبقى عباره عن 5 ادراج كل درج ما شاء الله فيهم بيشيل يعني ايه كم لا بأس بيه من الخواتم والاكسسوارز اللي هي حجمها صغير. بودر استخدمناها مش ترجع مكانها، لا نحطها في اي مكان تاني في الدنيا غير مكانها، سبحان الله على البني ادم ده. المهم دول بقى انا مش عارفه بصراحه احطهم فين، وعايزه احطهم قريبين مني عشان استخدمهم على طول، عشان هما بجد ثابتين قوي وحلوين قوي. لازم تشوفوا الفيديو اللي عملنا فيه سواتش لكل الدرجات دي وفرجتكم عليها على الشفايف. انا ليه مش بكلمكم كده؟ يعني مش بحاول انجز وانا بكلم نرغي واحنا شغالين، بس يعني اكلمكم كده. طيب المهم فدول بقى حلوين قوي قوي، بس مش عارفه بقى احطهم فين عشان عايزه استخدمهم ايه كل يوم كده، ايه احط لي لون ولا حاجه، عشان بجد حلوين قوي شكلهم طبيعي او بجد زي شفايف الكوريات النونو دي. طيب نشيل الليب بالم دي نحطها في الدرج التاني مع حاجات السكين كير، ونخلي هنا حاجات الميك اب بس عشان ايه يشيل معايا. بس كده حلوين. شاور كير ايه اللي جايبه هنا بجد؟ يعني ايه اللي طلعه من الحمام اساسا؟ انا مش عارفه، اروح اوديه، مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس احنا لسه ما بدأناش اصلا. لسه هنفضي بقى التسريحه دي بالله عليها ونلمعهم قطع قطع وبعدين نرجع كل حاجه مكانها. يلا بينا. طيب انا هحاول بقى دلوقتي ايه نسرع الدنيا، عارفين لو كده عشان ايه ننجز، عشان كده مش هنخلص. الاضاءه دي بقى بيبقى شكلها تحفه في التصوير، تحفه قوي، بس اكيد مش ده مكانها يعني. بس يبش ولا قطعه. بجيبكم من كادر تاني كده يعني بغير عشان ما تزهقوش. برفيوم ده بقى تحفه اسمه سبيريت، بس بجد منعش بشكل، وانا كده كمان يعني رشيت كتير، ده هو رشتين منه بيقلبوا الكوكب، بس للاسف قرب يخلص. هيطلع معانا في فيديو والحاجات اللي خلصت بجد يعني خلاص بيتلاشى، بس بجد كان تحفه. رصيتهم على السرير لانه كده كده هغير الملايه. نسيت الفوطه المايكرو فايبر، امال اقول لكم هاتوا ولموا حاجاتكم تروحوش وتيجوا. ان شاء الله عليا راح اجيبها واجي.
هسيبكم بقى تعيشوا شويه كده مع اصوات النظافه، عشان حاسه ان انا رغيت كتير كتير قوي. المنديل لسه نضيف، نسيبه في حاله، ناخد سيف السرير. جو غيم شويه كده، حسسني باجواء الشتاء قوي، يعني فجاه حسيت ان احنا في الشتاء، بس رجع يبقى شمس. على فكره بحب النهار جدا وكائن نهاري جدا، وبحب كده الشمس لما تدخل البيت، بس برضو بحب الشتاء وغيوم الشتاء واجواء الشتاء. ف يا رب الصيف يخلص بسرعه. بالمره بقى. حالا افتكرت ان انا عندي كميه رسائل على الواتساب من صحابي، ونزلت بقى تحت خالص خالص بقالها كذا يوم، انها ما ردتش عليه. عارفين انتوا لما يجيلكوا حاجه كده تنكد عليكوا كده فجاه؟ بجد انا اي حد الفتره دي بيكلمني بقول له لو عايز تقطع علاقتك بيا اقطعها، انا عارفه ان انا مقصره. اعمل ايه طيب؟ الباليت دي من شي جلام، بحبها قوي. بصوا فيها كل الالوان اللي ممكن تحتاجيها في الحياه، يعني تحطيها بشكل ديلي. لو انت مالكيش في الميك اب قوي وعايزه تجيبي باليت برضو تنفعك، حاجه تحطيها يوميه وتبقى تحفه. هاتوا الباليت دي من ويت ان وايلد، بجد يعني 300 جنيه مثلا، بس تحفه. بصوا الوانها، حتى اوقات بستخدم اللونين دول، اللي هو الاخير ده والاولاني، كبرونزر وكونتور وكده. وشايفه ان هي باليت لطيفه صغيره ولطيفه، وفي نفس الوقت سعرها كويس وبيجمنت جدا. انا اصلا هقعد معاكم كده في مره نقعد نفلتر الميك اب اللي عندي. انا بحاول اخلص الفتره دي الميك اب اللي عندي، مشتريش حاجه جديده غير لما اخلص اللي زيها اللي عندي. وفي نفس الوقت هوريكم شويه ميك اب برضو خلصته، اقول لكم ايه الحلو اللي هرجع اكرره وايه لا. بس كده خلصت التسريحه على خير الحمد لله. وادي دول بقى واجي اغير الملايه. وادي الملايه. واخيرا خلصت التسريحه، خلصت الاوضه كلها عامه الحمد لله زي الفل. بجد يعني انا تسلم ايدي، والله والله انا تسلم ايدي، كل حاجه نظيفه وبتبرق. وبس كده، ده كان الروتين بتاعنا النهارده. قولوا لي بقى شجعتكم تقوموا تخلصوا ايه من الحاجات الكتير اللي وراكم، اكيد زي يعني. بجد انا اتشجعت معاكم قوي، كنت مأجله موضوع التسريحه ده بقالي بقول لكم بتاع اسبوع مثلا، كل يوم اقول بكره 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 عشان لازم اصور وانا بنضف ولازم اشجعهم، لحد ما الحمد لله المهمه تمت بسلام وتمت على خير. فقولوا لي بقى دلوقتي تحت في التعليقات انا شجعتكم تقوموا تخلصوا ايه. قولوا لي كمان حابين المره اللي جايه ننضف مع بعض ايه، وانا عينيا الاتنين ليكم نشجع بعض كده ونقوم نخلص اللي ورانا. بس كده اشوفكم ان شاء الله بكره على خير. سلام.